ينتقل الفريق الباريزي المتصدر إلى حدود الجولة الخامسة عشرة برصيد 41 نقطة. يواجه نادي ستراسبور صاحب المركز ما قبل الأخير. هذا الفريق القادم من منطقة الألزاس شرق فرنسا على الحدود الألمانية في وضعية مرهقة متعبة صعبة جدا. 11 نقطة، وبالتالي الفترة الماضية فترة التوقف هل هي كانت كافية بالنسبة لجوليان ستيفان مدرب نادي ستراسبور من أجل مراجعة الأوراق ومن أجل الوقوف عند المشاكل ومكامن الخلل لمعالجتها وللظهور بشكل أفضل. الآن التجربة مغايرة والأجواء 4-2 نظام اللعب المعروف على جوليان ستيفان الماضي هنا في بارك دي برانس أمام لاجيو سيرخيو راموس. وسط الميدان فيراتي، فابيان نيمار استلم الكرة يلعب في الجهة اليمنى. هنا متابعة في وضعية تسلل، بالفعل وضعية تسلل الأولى تسجل على ديار اعتبار أن باريس سان جيرمان نعم أجرى لقاءين وديين. كأساسي يبدأ بنيمار، كأساسي ماركين من فابيان رويس. فابيان يلعب لي موكيل، مبابي يستلم الكرة لمن ينبغي إلى فريق باريس سان جيرمان. هنا الكرة العرضية في اتجاه أجورك، كريستوف غالتي بأن حكيمي وكذلك مبابي لنرما مرفوع الكرة على القائمية الثاني. لا زالت باريسية تحضيرية. فيتينيا يرفع داخل منطقة جزاء سيرخيو راموس. الكعب راية بالكعب راية، موكيلي يدخل التسديدة، موكيلي التسديد وأول ركنية. انطلاق المواجهة على الورق يبقى المرشح هو الفريق الباريسي بالنظر إلى الفوارق. تنفيذ الضربة الحرة، نيمار يرفع، نيمار والجول الأول عن طريق ماركينيوس. القائد بالراسية، نعم الصناعة برازيلية والإنهاء برازيلي. هجمة برازيلية خالصة 100% من لمسة من نيمار ومن متابعة براسية من ماركينيوس. 1-0 للعاصمة الباريسي عن طريق القائد ماركينيوس. حتى بشكل ممتاز نيمار. الصورة تأتي من خلال الإعادة. كرة نيمار والمتابعة الممتازة. شوف التموقع، ماركينيوس هنا يا رب، ماركينيوس ينزل بالراس حتى في الشباك يسالس. إذن الأفضلية الباريسية في 10 دقائق الأولى على انطلاق المباراة. الضربة الحرة نيمار وماركينيوس في المتابعة بهذه الصورة. غالتي كان حاضر في اللقاء الودي امام كويفيلي قبل ايام. الكره ناحيه لاعب فيراتي بعض الهدف لعب ماركينيوس توصل على الطرف الايمن. يبقى جون مارك بيلورجي هو المتصدر والثاني هو ماركو فيراتي. تسليم واستلام الكرات، التموضع الجيد. نيمار في الصناعة من الاول، مر من الثاني، يدخل لمنطقه الجزاء. مبابي فريق بيليغارد في القائمه الاول بالراس. كره على الجهه اليمنى في اتجاه موكيلي، سادس او خامس افضل مهرر. فيها ضربة جزاء، حكسيست رقم 66. هذه الكرة البينية من نيمار في ليمان دوكوري. استلم دوكوري، نيمار يتقدم لكن دوكوري أمامية في المتابعة بلمسة عن طريق العود يطلبها كاميرو. دوناروما سهلة. البينية مبابي ماذا سيفعل مبابي بول أسرع، رجعت لي توماسون. دوكوري مجددا، كرة في منتصف الميدان. نيمار مر في مسك واضح، نعم كاميرو امام وجود اللاعب باتشيابو. الكرة طالت الى ضربة اللاعب بيليغارد. امام المنتخب المغربي. فابيان رويس ضيع هذه التمرير، امر بدانيلو بيريرا. فيراتي ومبابي سدد الكرة راموس. هذه صعبة، حصر من لاعبين حتى 3 لاعبين لانه يعرفون خطورة هذه المقبلة خاصة دوري ابطال اوروبا. تمشي كرة راموس، ماركينيوس، الربط من فيراتي في خطأ. العديد من التدخلات بالاستلام. بيرشيتش يصعد توماسون العرضية وجول. التصدي اسطوري من دوناروما. السوبر جيجي يمنع هدف التعادل. مبابي ماذا سيفعل امام لاعبين؟ مبابي مر لا
وصلت الكرة الجهة اليمنى العرضية من بيليغا. مبابي يدخل مع من اكيتيكي. ماذا أراد أن يفعل ناحية لعب موكيلي في منطقة الجزاء؟ إضافة كبيرة لهذا النادي والحضور، ويزداد قوة ويزداد. هذا هو راموس. نيمار يرفع الكرة. نيمار التتويج. وصلت الكرة الجهة اليمنى العرضية ودونا روما والكرة تذهب أعتقد إلى الركنية. ديارا جاميرو أجورك. دونا روما. إذا يبدأ الشوط الثاني بنسبور هدد في مناسبتين في كرتين. كرة مبابي يتقدم مبابي لباس التحضير هناك ببولارت ديروليس. بي اس جي يبحث عن 2-0 أو 3-0. هو نادي لونس بقيادة فرانكيز، بينما كودورات وستراسبور من أجل العودة في النتيجة. كاميرو ميمان. ستراسبور في المرتدات عنده لاعبين سريعين وتكون المنافسة أكثر على الدوري، بينما العرضية خطيرة وجول خطيرة ولدفع طريق اللاعبين توماسون. كرة غدارة مباغثة اتباغت المدافعين وحارس المرمى دونا روما. توماسون يعدل مع بداية شوط المباراة الثاني. هنا الإعادة. الأخطاء، الخطأ الأول من فيراتي والخطأ الثاني من ماركينيوس في المراقبة. تمشي مباشرة إلى الشباك. سنة باريسية. ماركينيوس حطها. مبابي في التحضير. جميل. نيمار. ممكن جول. مبابي ضيعها. في انتظار قراءات جالتيه وفي انتظار تبديلات. كرة وصلت لإكيتيكي. سدد هنا من نيمار مكشوفة بعد ذلك من الدفاعات. والفيها وسط لاعبين مرة إكيتيكي، لكن التمريرة خاطئة. الكرة لنيمار. نيمار ومبابي منافسين في ألعاب القوة قادر يفوز. هذه كرة ركلة جزاء. فيها بطاقة صفراء. نعم، وبطاقة. مونتوربان يعطي الإشارة. مبابي جول. معلقة واحدة بس من المكون السحر ده هيخلي شعرك ناعم جدا زي الحرير، وهيمنع تساقط الشعر، وهينبت الشعر كمان. معلقة من الزيت ده بجد هيخلي شعرك كده يعني تحفة جدا، مفيش فيه اي مشاكل. لو عندك تساقط او عندك قشرة او عندك تقصف او هيشان، هيمنع كل مشاكل الشعر. الزيت ده هو زيت الزيتون. اهم حاجة يكون نوع زيت الزيتون كويس جدا، يعني يكون زيت زيتون بكر اصلي معصور على البارد، ما يكونش سخن، ونسبة الحموضة فيه تكون قليلة. لو جبتي نوع زيت زيتون كويس جدا فده هيفرق جدا مع الشعر، وكمان هيجيب معاكي نتيجة بسرعة جدا. هنستخدمه ازاي؟ من مرة لمرتين في الاسبوع. هندهن بيه فروة الشعر والشعر كله، نلبس عليه بونيه بلاستيك، بعد كده نشطفه وندهنه بالكريم المرطب بتاعنا بتاع الشعر. جربوا الوصفة دي، كمان تنفع للكبار وللصغيرين. الأطفال الصغيرين تنفع ليهم برضو، جربوها.